اهلا بيكم في مطبخ ليليان. النهارده هنعمل مع بعض شاورما اللحمه بالطريقه المصريه، طعمها يجنن. اهم حاجه في شاورما اللحمه ان احنا نجيب قطعه لحم مناسبه. احنا هنا في امريكا بنجيب القطعه اللي اسمها توب راوند ستيك او ميلانيسا، بتبقى متقطعه شرايح رفيعه كده، دي مناسبه جدا. التتبيله هنحتاج بصله مبشوره ناعم جدا بالتفل بتاعها، وهنحتاج معلقه كبيره من الخل، نص كوبايه من الزبادي، عصير ليمونه، 3 معالق من الزيت، ومعلقه من دبس الرمان. التوابل هنحتاج ملح وتوم باودر، معلقة صغيرة من بهارات الشاورما، فلفل اسود، قرفة مطحونة، وجوز الطيب، وحبهان مطحون. بعد ما تشتروا اللحمة هنحطها في الفريزر علشان تبقى سهلة اوي ان احنا نقطعها شرايح رفيعة. دي اسهل طريقة تقطعوا بيها شاورمة اللحمة، كل ما قطعتوها رفيع كل ما كان افضل. بعد كده هنحط بقى كل مكونات التتبيلة مع بعض علشان نتبل بيها اللحمة بتاعتنا. اهم حاجة ان الشاورما تتبلوها من 12 ل 24 ساعة، بتديكوا نتيجة حلوة اوي. هنخلطها كويس قوي مع اللحمة ونغطيها وندخلها التلاجة لتاني يوم. تاني يوم طلعناها من التلاجة كده قبليها بساعة، وفي طاسة سخنة جدا حطينا معلقتين من السمنة، ممكن تحطوا كمان زيت، ونبتدي نحط الشاورما في الطاسة. لازم تكون طاسة كبيرة علشان الشاورما تبقى مفرودة فيها. واول دقيقتين كده مش هنقلب خالص، وبعد كده نبتدي نقلب لغاية ما كل التتبيلة اللي هي نزلت مع الشاورما تبتدي تتبخر خالص وما نلاقيش اي سوائل. بعد كده نبتدي نختبر اللحمة بتاعتنا، هناخد قطعة كده بالشوكة، ولو لقيناها خلاص استوت زي ما انتم شايفين بتتقطع كده، هي خلاص استوت. نبتدي بقى نجهز خضار، بقدونس وطماطم وبصل متقطعين، ونقلبهم مع الشاورما بتاعتنا كده يدوبك دقيقتين 3. احنا مش عايزينهم يستووا، عايزينهم لسه بيقرشوا شوية. كده الشاورما بتاعتنا بقت جاهزة، طعمها وريحتها تجنن. نجهز بقى السندوتشات بتاعتنا بسلطة الطحينة. جربوا تعملوا الشاورما بالتتبيلة دي، بيطلع طعمها حلو قوي. وممكن كمان تشيلوا جزء منها في الفريزر لأي وقت تطلعوا تعملوا منها سندوتشات. وقولوا لي رأيكم. لو عجبكم الفيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، واشوفكم في وصفة تانية. ثانك يو.